بيبدأ الفيلم باتنين صيادين في غابة بيصطادوا حيوانات برية وبيشوفوا خنزير قدامهم فبيطاردوه بالسلاح اللي معاهم. وأثناء المطاردة بيسمعوا صوت حيوان غريب ومخيف، وفجأة بيظهر قدامهم تعبان ضخم جدا، فبيحاول واحد فيهم يضربه بسهم في دماغه، لكن التعبان بيكون أسرع وبيهجم عليه وبيقتله. وبيفضل يطارد الصياد التاني لحد ما بيوصل للشط وبيلاقي المركب بتاعه اتدمرت، فبيعرف انه هيفضل موجود في الغابة لحد ما التعبان ده يقتله. في الوقت ده بتكون في مجموعة علماء نزلوا على الجزيرة بطيارة هليكوبتر، وبتسيبهم الطيارة عشان ترجع لهم تاني بعد 36 ساعة. وبيكونوا 6 علماء رئيسهم الراجل الكبير ده، وبيبدأوا يعملوا خيم يباتوا فيها، وبتكون معاهم بنت اسمها جريس بيبان انها معجبة بجيسون زميلها، وبيكون الجو جديد عليها لان شغلها في الصحراء بس واول مرة تروح غابة. وبيكون الشباب بيجمعوا حطب عشان يستخدموه بالليل، ولما بيجي الليل بيقول لهم الرئيس بكرة هيطلعوا على اعلى نقطة في الجزيرة عشان يصوروا الصور اللي عايزينها. وبيقول لبنت معاهم تجهز الطيارة الدرون عشان يعملوا بيها مسح جغرافي. واثناء كلامهم بيسمعوا صوت وراهم، وبيظهر الصياد اللي كان هربان من التعبان وبيطلب منهم يشرب ميه عشان عطشان جدا، وبيحكي لهم انه كان موجود مع صياد في الغابة والمركب بتاعه اتدمرت وان زميله ده مات بعض التعبان. وبيقول انه هيدفع لهم فلوس عشان ياخدوه معاهم بالطيارة، وبيتأسف لهم على الطريقة اللي ظهر بيها. وهنا كل واحد بيعرفوا بنفسه وبيقولوا انهم علماء جايين الجزيرة لمدة 36 ساعة ولما يمشوا هياخدوه معاهم. فبيشكرهم وبيقول لهم انه هيجي الصبح لما يجيب باقي حاجته. وبعد ما بيمشي بيكونوا مستغربين هو بيعمل ايه في الجزيرة وايه حكاية الصياد اللي كان معاه ده. وبيجي تاني يوم وبيظهر عنكبوت بيدخل جزمة الرئيس قبل ما بيلبسها، واول ما بيلبسها العنكبوت بيلدعه وبيحس مالون بان في نار في رجله. وهنا بيجي الصياد وبيسألهم عن اللي حصل، فبيقولوا انه اتقرص من عنكبوت اصفر صغير في رجله. فبيقول الصياد ان العنكبوت ده اسمه العنكبوت الدبور، ولازم لدعته تتعالج قبل 36 ساعة عشان ما تسببش الموت. فبيقول الرئيس اتصلوا بالطيارة فورا عشان ينهوا رحلتهم، وبتقول لهم الموظفة مستحيل حد يروح لهم دلوقتي بسبب الأحوال الجوية الصعبة، وأقرب ميعاد حد يروح فيه بعد 24 ساعة أو حسب هدوء الجو. فبيعرفوا إنهم محبوسين على الجزيرة لحد ما الإدارة تقدر تبعت طيارة. فبيقول الصياد إنه عارف شجرة معينة هتساعد في عدم انتشار السم، والشجرة دي موجودة في قلب الغابة على بعد 4 ساعات مشي. فبيتحركوا كلهم للشجرة، وبتفضل بنت مع الرئيس عشان تاخد بالها منه. وأثناء ما هما ماشيين بيكون جيسون آخر واحد فيهم، وبيكملوا مشي لحد ما بيوصلوا للشجرة، لكن المشكلة الظهور عليها تعابين كتير وصعب يوصلوا لها. وفجأة بيظهر قدامهم التعبان اللي قتل الصياد، فبيهربوا كلهم من مكانهم وساعتها بينفصلوا عن بعض. ولما بيبعدوا عن مكان التعبان بتقول جريس انها اول مرة تشوف تعبان بالحجم ده، وبعدها بياخدوا بالهم ان جيسون مش معاهم واختفى. وبيكون جيسون بيحاول يهرب من التعبان لكن للأسف بيلف عليه وبيقتله. وبيفضلوا اصحابه ينادوا عليه، لكن بيقول الصياد ان الصوت هيجذب انتباه التعبان، وبيقول ان معاه مخدر قوي يقدر يضرب بيه التعبان ويخدره بالسهم. وبالمرة يرجعوا للشجرة وياخدوا النباتات عشان يعالجوا الرئيس بتاعهم. وبتكون جريس خايفة تروح معاهم وعاوزة تهرب من التعبان، لكن في الآخر بيتحركوا كلهم سوا. وبيكون الرئيس قاعد عند الخيمة والبنت بتعمل له عكاز عشان يمشي بيه، وبيحاول تتصل بالإنقاذ تاني لكن كلامهم زي ما هو ومستحيل طيارة توصل ليهم. فبيقعدوا الاتنين وبيفقدوا الأمل في وصول حد ليهم. وبتكون الموظفة بتحاول تساعدهم لكن مفيش أي طيارة أو مركب عاوزة تروح مهما كانت الفلوس. ولما بتيأس الموظفة بيدخل عليها واحد وبيسألها في إيه، فبتقول له إن الرئيس لدعوا عنكبوت ومحتاجين إخلاء فورا من الجزيرة. فبيقرر يروح ينقذهم مهما كان اللي هيحصل معاه، بالرغم إنه مسقش طيارة من سنين لكن الموضوع يستحق المحاولة. وبيكون الصياد واللي معاه وصلوا للشجرة من تاني، وكل واحد فيهم بيبقى مخطط هو هيعمل إيه، وبيجهز آدم نفسه وبيطلع الشجرة من غير ما التعبان يحس بيه. وبتكون جريس معاها مسدس والصياد ماسك السلاح المخدر. وبيكون آدم قرب يوصل لكن فجأة التعبان بيحس بيه، فبتضرب جريس الشعلة، وهنا الصياد بيضربه بالسهم وبيخدره فورا. وهنا آدم بيقع من على الشجرة وبيهربوا من المكان تاني، وبيعرفوا ان جيسون مات وبيكونوا مش عارفين يقولوا ايه لأهله. وبيقترح الصياد يرجع تاني للتعبان ويفجروا بالديناميت، لكن كلهم بيرفضوا وبيكونوا عاوزين يرجعوا للطيارة اللي هتيجي تنقذهم. فبيسيبهم الصياد يمشوا، وبيفضل الصياد يفكر هيعمل ايه. وبتكون انجي بتعمل المسح الجغرافي وبتحمله على الكمبيوتر، وساعتها بيشوفوا تعبان ضخم جدا ظاهر في المسح. وبيكون باقي الفريق بيحاول يرجع للخيمة، وبيستخدموا بوصلة معاهم، لكن الموضوع بيكون صعب جدا لأنهم كانوا معتمدين على الصياد. وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لمكان فيه تعابين صغيرة كتير على الأرض، فبيعرفوا إنهم وصلوا لعش تعابين وبيكون فوقيهم تعابين كتيرة جدا. وبيكملوا مشي لحد ما بيلاقوا نفسهم متحاصرين، فبيهربوا بسرعة وبيرجعوا من تاني للصياد.
وبيروحوا معاه للشجرة وبيحطوا الديناميت عشان يفجروه، ولما بيحصل التفجير بتروح واحدة فيهم للزهرة وبتاخدها، لكن فجأة بيكون التعبان فاق من المخدر وبيهجم على آدم وبياكله فورا. فبيهربوا كلهم بسرعة وبيلاقوا كهف قدامهم فبيدخلوا على أمل التعبان ما يجريش وراهم، وبيلاقوا شبكة عنكبوت كبيرة جدا وبيخافوا يكونوا دخلوا بيت عناكب، وفعلا بيلاقوا عناكب كتيرة جدا وبيظهر واحد كبير فبتضربوا جريس بالشعلة وبيجروا بسرعة بره الكهف، وبيكون التعبان مستنيهم لكن بينشغل بالعنكبوت. فبيهربوا بسرعة وبيوصلوا لمعمل مهجور في الجزيرة، فبيدخلوا يستخبوا وبيدوروا على أي حاجة تساعدهم لكن مش بيلاقوا غير سكاكين بس، وبتفتح أليس دولاب بيقع منه تعابين كتيرة فبيولعوا فيهم لكن النار بتمسك في المعمل، وبيكون التعبان الكبير وصل بره وقدامهم حل من اتنين، يا يموتوا محروقين يا يطلعوا يموتوا من التعبان. فبيقول لهم الصياد يهربوا للبرج اللي قدامهم لحد ما يشد انتباه التعبان، لكن التعبان بيفضل يطارده وبيقعوا هما الاتنين في حمض كاوي وبيموتوا هما الاتنين. وبيكون الرئيس والبنت اللي معاه وصلوا للمعمل وبيشوفوا التعبان وهو بيموت، وبيفرحوا لما بيلاقوا باقي الفريق لسه عايش، وبتاخد بالها انجي ان التعبان لسه عايش وبيتحرك، وفجأة بيطلع التعبان من الحمض وبيكون جلده كله اتسلخ. فبتفهم جريس ان الجلد اللي كان بيحميه اتشال، فبتروح تجرحه بالسكينة وبيهجم عليها التعبان وبتقدر تطعنه في بقه، وبيطلع انها لسه عايشة وبتكون قتلت التعبان، وبيسمعوا صوت الطيارة اللي جاية تنقذهم وبيهربوا فورا من الجزيرة. وبيخلص الفيلم على كده.